انا اصلا كنت بتلكك علشان اعمل عدس، والجو هو قال لي يلا يا بت قومي اعملي عدس. فحضرنا كده الحله بتاعتنا، وحطيت فيها شويه من الميه، وكمان حضرت العدس غسلته، وقطعت بصله وطماطمتين وفصين من الثوم. دول اللي بيتحطوا مع سليق العدس يعني. العدس اهو كهرمان كده وشكله تحفه تحفه تحفه. نحط بقى ايه؟ الطماطم والبصل وفصين الثوم. الجو تلج تلج، اقسم بالله انا قلبي وجعني من الساعه. انا مش قادره. احنا لازم كده نهتم بنظام التدفئه في مصر، كده مش هينفع اقسم بالله. ده كده اول حاجه. هسيبه بقى يتسلق. حطيت شويه كده برضو من الكمون. انا اول مره احط في السليق شويه من الكمون في كل مره يعني بعمله. بصراحه بحطه في الاخر. فقلت لا، انا المره دي هعمله كده وهسيبه بقى. قلت بس ايه، ارجعه كده على العين اللي ورا. وهنا بقى كنت هوريكم، لقيت عربية كده تحت البيت معدية بتبيع بقى صابون ومش عارف ايه. رحت جبت منها كيلو وربع ب10 يعني، برسيل جل. وجبت شاور تحفة 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 تحفة. انا جايباه علشان احطه كده جنبي على الحوض في المطبخ واغسل ايدي. شاور جل، ريحته رهيبة اقسم بالله. ريحته احي احي بجد. ريحتها تحفة. ريحته تحفة تحفة تحفة. مستنياه بكرة لما يعدي لازم نجيب 2 لتر، لازم، عشان ده نص لتر ب10. نرجع بقى لمرجوعنا والعدس بتاعنا هنا بقى بعد لما اتسلق. طبعا بقى فكرت بقى ان الميس جت ومش عارف ايه، وعملنا لها النسكافيه والحاجات البشتكنات دي خلصت. قلت بقى اضربه كده بسرعه. بصراحه كنت هستنى لحد لما تنزل، بس لقيت بقى خلاص صاحب البيت جاء واللي هو مفيش وقت. فقلت يلا بت ابداي بقى وخلصي. كان واقف بس على التقليه، فلقيتها بقى ان هي قاعده ومكمله. اللي هو لا، مش هقدر كده، انا عايزه اخلص نفسي برضه، انا عايزه انام. ف شوحتها كده او شوحته. طبعا لازم تديله كده لون بسيط يعني، بيدي طعم بصراحه. فحطيت كده على العدس البصل. هنا خفت الا يكون اتلسع من ظهر الطاسه الا يبوظ. فالحمد لله جت سليمه. بس كده، هو لونه فاتح شويه كتير، علشان بس ما كانش فيه معايا عندي غير طماطمتين، وكمان ما كانش عندي صلصه طماطم. بس انا بعد كده بقى لما الميس نزلت خليت يوسف جاب لي صلصه طماطم وحطيتها عليها، وخليت لونه بقى تحفه تحفه تحفه، مع معلقه بقى من السمنه. ونحط بقى في الطبق. هو ده احلى اكل، او احلى اكله بمعنى اصح في الجو ده. لا، الجو فظيع فظيع فظيع. كده تمام. وكمان نقلته كمان في حله تانية، في حله اصغر، وظبطته بقى شكله تحفه بصراحه. كسلت ان انا اصور، بس مش مشكله. انتوا عارفين طبعا شكل العدس بتاعي اللي انا بعمله عامه يعني مش بيبقى لونه فاتح كده، ده يعتبر لونه الاصلي. فانا بحب كده ان انا احمره شويه. نحط بقى للحاج صاحب البيت علشان ياكل، وخلاص كده. ده كده شكله، ريحته تحفة، طعمه تحفة. فبصراحة الأكلة دي مية مية عسلية، والحمد لله على النعمة الحلال، الحمد لله. بس كده يا بنات، أشوفكم بقى إن شاء الله في فيديو جديد وحلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.